حلقه النهارده هنتكلم عن المرمريه. صديقي محمد شردي وشردي جاردنز هيقول لنا الاول فوائد المرمريه، لان المرمريه ما بتستعملش في الطبخ، بتستعمل اكتر شرب، يعني بس تعملها انا شاي. هقول لك هي احنا الدارج عندنا كده، انما ده سيج، ده بيستخدم في الطبيخ روعه، يستخدم في السلطه، بس خد بالك ملوش مراره. لا هي ليها، ما عشان كده انت لما بتستخدم كل العطريات تاخد بالك منها، لان ورقه من دي هتقلب لك الدنيا، اوكي، هتعمل لك ريحه من اجمل ما يمكن. تخيل انت لو خدت ورقه من دول بس كده ورحت حاططها على سمك وانت بتتبله، ورقه واحده سمك عشان تضيع ريحه زفاره لو عندك. هي دي قطيفيه كمان كده، عامله طبعا زي قطيفه شويه. ايوه، خد بالك أوكي. ان احنا عندنا طب ايه فوائد المرمريه؟ طول عمري اسمع عن المرمريه دي حاجه اولا فايدتها سوبر بلانت. سوبر بلانت للمعده والامعاء. فعلا انا مره جالي تسمم، عرفت قيمه المرمريه يعني ايه. اوكي، انت في سينا، في اي منطقه جبليه صحراويه، لما تعيا اول حاجه يديها لك اكليل الجبل والمرمريه. شرب شو على اكليل طول الجبل اللي هو الروزماري والمرمريه. ودي تجفف. ده ايه بقى؟ بتاخد الورق ده وتحطه في الميه اللي ده زي ما هي كده، ورقه واحده على كوبايه شاي او على مج هتعمل لك شغل كويس. ورقتين ثلاثه وتسيبهم هيعملوا لك اكنك بتشرب حاجه رائعه جدا، ودواء دواء. طيب ودي برضو نشتريها شتله؟ دي شتلات، وتشتريها شتلات احسن. خد بالك هي مطلعه بذره اهو. اهي شايف بدايات البذره دي بقى تقع، البذره دي اللي هي السودة دي اللي هو طالع اهو. الحته دي بذره، اوكي، دي تاخدها وتحطها في الطين اهو، اللي هي الزهره الصغيره دي، شايفها؟ اوكي. انا هعمل كده، احصها اهو وهمسكها كده للكاميرا اهو، مظهره زهره صغيره، اخر الزهره دي هتبقى فيها بذره. دي تحطها في الطينه تطلع شجر على طول ماشي. بس هو الحلو فيها ايه؟ سهوله انك انت تعقل المرمريه. بص عامله ازاي. ودي خد بالك، ما انا بجيب حاجات كده، شايف؟ انا هاخد منها حته. اوكي، ما تقصش يا حبيبي، ما انا كده لازم اقص علشان كل الجانبي ده هيطلع. فانا هقص من فوق. حلو. لا انا عايز اخد منها عقله، هنزل من تحت شويه كده. اوكي، وهروح اخد الساق دي زي ما هي كده. احطها في ميه ولا في الطين على طول؟ ميه او في الطين على طول. دي تشتغل معاك في الطينه على طول جنب امها، هتروح ضربك دور وشغال. او لو مش جنب امها حطها في ميه تجدر وقوم حاططها في شويه بس. دايما طينه، مش بمعنى طينه ايا كان التربه يعني. بتشتغل برضو في البتموس. بص انا ما بحبش اي حاجه تتزرع في البتموس لانه ما فيهوش غذاء. لان مش كده بس، البتموس يغرك في الساقيه، يخليك تدي ميه قليله وينشف بسرعه، او ياخد ميه كتير ويغرق الزرعه، يشرق الزرع. اوكي. البتموس في البيت مش لطيف. الزرع في البيت لو هنحط بتموس جميل نحط معاه رمله نصه بالنص مع الرمله. اوكي، او طمي كده زي ده، او طمي طبعا، بس الرمله بتكون افضل كثيرا. بص يا سيدي، انا قصيت اهم حاجه لما انا اجي اعمل المرمريه، انا قصيت كده. الحته دي مش هتطلع جدر. اللي هتطلع جدر الحته اللي تحت الورقه دي اهي، اللي فوقيها دي اهي. فانا هروح لازم اقصها كده، مفضي كده اهو. شفت الحته دي، العقده دي، النض دي، من هنا ياتي الجدر. اوكي. كل الناس تيجي تقول لي يا شردي بنعمل كذا وبنحط، اقول له يا حبيبي انت بتحط في الحته الفاضيه اللي ما فيش فيها احتياج للحياه. اوكي، ده اللي فيها احتياج للحياه، ده اللي فيها اوردر، ده اللي بيجي لها امر من البرين بتاع النبات. ودي زرعات تعيش العمر كله طبعا، ملهاش عمر افتراضي خالص. ده انت طول ما بتاخد منها تكبر. كل ما تاخد منها. بص انا عملت طيب ايه. انا لما عاوز بص خدت بالك انا عملت ايه. حطيتها في الطينه اهو. طب انا لما عاوز اخد منها عشان استخدم اشرب شاي زي ما انا عملت دلوقتي. بص انا قصيتها من هنا، كل الجناب دي هتروح ضربه وتكبر، والحته اللي انا خدتها دي هي اللي هعمل بيها الشاي. واكتر حاجه تقص منها اول ما تلاقيها بدات تطلع بذور، قول لها انا مش عايزك تطلعي بذور، انا عايزك تطلعي ورق. قص تكبر معاك وتبقى زي الفل. بذور دي لو انا بقى راجل هزرع بكميات انت مش محتاج بذور. طبعا. طيب ملهاش استخدام انت قلت ممكن تستخدم في السلطه يعني. تستخدم. بص المرمريه بتستخدم في كل حاجه. هي قويه. قويه جدا يعني. نروح للي بعده يا محمد. يلا بينا. تابعونا بقى سواء على الفيسبوك او على انستجرام او على تيك توك او على يوتيوب، مراد مكرم الرسمي. هتلاقوا الحلقات الصغيره دي انا وصديقي محمد شردي بنقول لكم تقدروا تزرعوا ايه وتجيبوه منين وتستخدموه ازاي في اكلكم.